ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده فيديو تكمله لمكتبه التمارين، وعندنا برده تمرينين. تمرين انكلاين دمبل فلاي وفلات دمبل فلاي. تمرين الفلاي سواء فلات او عالي تمرين عزل عضله الصدر، بيعتمد بشكل اساسي على حركه التقريب الافقي لمفصل الكتف، مع مشاركه قليله لعضلات الترايسبس والكتف الامامي، بس طبعا اقل من تمرين البريس. ورغم فعاليه تمرين الدمبل فلاي في زياده الاحساس بالعضله، الماسل مايند كونكشن، تحسين المدى الحركي والمرونه، بس برضه يفضل مش من احسن التمارين للبناء العضلي. في فروق فنيه، والكلام ده بالنسبه لنا بالذات لو هتقارنه بتمارين البريس زي الدمبل بريس او البار بريس، واللي بتخليك تقدر تحمل اكتر وتعمل ميكانيكال تنشن احسن. بس برضه ممكن احط تمارين الدمبل فلاي كتمارين مكمله او مساعده في تحسين المرونه مش اكتر. ونبدا نتعلم ازاي نتمرنهم. اطلع بالوزن وافرد ايدك، ابدا انزل واتني كوعك حاجه بسيطه واطلع، بس ما تخليش الدمبل يلمس بعض. طيب ونيجي للاخطاء الشائعه اللي ممكن تحصل في التمرين. اول غلطه البدايه من تحت وده يعرضك لاصابه. تاني غلطه تاني الكوع بزياده وكده بتخليه تمرين بريس. تالت غلطه بتخبط الدمبل في بعض وده بيشيل الحمل من على الشيست. وبس كده، طبق اللي قلنا عليه في الفيديو هتكون بتتمرن التمرين صح 100%. واستنى بقيه الفيديوهات اللي جايه وتكمله مكتبه التمارين. لو عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات وهرد عليك. وبس كده، يا رب تكون استفدت، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى الفيديو اللي جاي.